ايس كريم عسل بالطحينه. هو ساليسو كريم بيهزر ولا ايه يا جماعه؟ تعالوا نشوف. ساليسو كريم نزل ايس كريم جديد باطعمه جديده مختلفه. عسل وطحينه، حلاوه طحينيه، ملفيه، بقلاوه. انا جبت لكم منهم طعمين جداد، العسل والطحينه والبقلاوه. تعالوا نجربهم مع بعض ونشوف. انا مش متخيله العسل والطحينه الحقيقه. تعالوا نشوف مع بعض. هي جار مكتوب عليه هنا من عسل وطحينه، جار كبير الصراحه، مقفول، وفي اللي هي العلبه اللي هي من هنا زي كان كده، ومن جوه ايس كريم. هو بصراحه الايس كريم كريمي جدا، كريمي يعني، وانا بطلعه كده كريمي، سهل جدا ان انا بطلعه. تعالوا ندوقه شوف. انتوا مش متخيلين انا ضايقه ايه يا جماعه. الكان ده مش ناقصه اي حاجه خالص غير ان انا اجيب لقمه عيش او حته فطير واغمس عسل وطحينه بالظبط. اللي بيحب العسل والطحينه هيحب ده قوي. وسكره على فكره معقول جدا، مش عالي زياده عن اللزوم. لا ما كنتش متخيله كده، بس هو بصراحه عجبني. العسل والطحينه حلو يا جماعه، جربوه. نشوف بقى التاني اللي انا اصلا كنت جايباه متحمسه له، اللي بالبقلاوه. بالبقلاوه، شايفين تحت قطع البقلاوه متكسره تحت، وهنا الايس كريم في قطع البقلاوه. شايفين قطع البقلاوه متفتفته وعليها السيرب والمكسرات وكل حاجه كأنك بتاكل البقلاوه يعني، حاططهولك من فوق ومن تحت. تعالى ندوق مع بعض ونشوف. انا باكل بقلاوه. بقلاوه بالمكسرات والشربات عليها من فوق، ومعاها ايس كريم كريمي جدا، حلوه قوي 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 برضو للي بيحب البقلاوه والايس كريم. سيبك بقى من الشاي وهات ايس كريم بقطع البقلاوه. حلوه قوي قوي، كانك بتاكل قطع بقلاوه كده وانت بمزاج رايق مع ايس كريم ساقع، مديه احساس مختلف خالص. ولسه على فكره بيقرمش يعني، لسه طازه. عجبني قوي قوي، وعجبني العسل والطحينه قوي قوي برضو. بس ده سكره اعلى من ده شويه يعني. العسل والطحينه طبعا هو مود مختلف خالص، بس سكره اهدى من البقلاوه طبعا عشان دي فيها شربات وكده. بس فكره حلوه جدا. هما في عندهم زي ما قلت لكم اطعمه كتير، في ملفي وفي كريم كراميل وفي حلاوه طحينيه. انا مش متخيله ازاي. لو عايزيني اجرب لكم الانواع التانية قولوا لي اجربها لكم في الكومنتات. الواحده منهم هو الجار كبير يعني يكفي عيله، اعتقد لو اسره 3 4 هياكلوه حلو قوي. الواحد منهم عامل 150 جنيه. فكره حلوه وجديده. برافو سالي سكري. يلا باي باي.